تعرفوا يا جماعة ان انا لما بعمل صينية بطاطس بالفراخ ريحتها وطعمها كده بيرجعوا لي احلى ذكريات في حياتي. هي فعلا اكلة الطفولة المفضلة. هعملها معاكم النهاردة بالطريقة الاصلية بتاعت جدتك بتاعت زمان، وهستخدم فيها فراخ مفازة اللي مش بتحتاج غسيل، وهقول لكم في اخر الفيديو ليه. اول حاجة اقشر شوية بطاطس واغسلهم واصفيهم، وبعدين البصل عندي حبة هقطعهم 4/4 وحبة تانية بس هقشرهم واغسلهم كويس قوي واصفيهم، وبعدين اقطعهم جوانح. واجهز الخضار اللي هحتاجه في صينية البطاطس اللي هو فلفل حامي وثوم وطماطم وفلفل رومي، وهقطعهم بقى عشان خاطر يا جماعه التزموا باللي انا هقوله لكم بالظبط عشان هتطلع معاكم خطيره. مش هنحط غير ملح وفلفل فقط لا غير. وبعدين جبت طبقين من فراخ مفازه اللي هي ما بتاخدش اي هرمونات خالص، بتتغذى بعلف نباتي 100%، وده فعلا باين في طعمها وجودتها. وعايزه اقول لكم انها بتلمع حرفيا، مش بتحتاج غسيل نهائيا. احلى حاجه فيها بجد انها ما فيهاش اي ريحه زفاره خالص. نزلتها شوحها في معلقه زيت على زبده. ومن اهم مميزات فراخ مفازه انها بتعمل لها تبريد هوائي، وده بينزل اي سوائل من الفراخ وبينضفها من اي بكتيريا، وده اقوى كتير من ان احنا نغسل الفراخ اصلا. حمرت الفراخ بتاعتي خلاص واخدت لون خطير. اروح بقى دلوقتي ضرب الطماطم في الخلاط مع الفلفل والبصل. هكتب لكم كل المقادير بالظبط تحت الفيديو. يعني احنا يا جماعه دلوقتي بنعمل حاجتين، بنقطع خضار مع البطاطس ونفس الخضار ده بنضربه مع الطماطم في الخلاط. نجيب بقى صينيه البطاطس العالميه بتاعتنا وننزل عليها الفراخ الخطيره بتاعت مفازه، نقلبهم كويس، بعدين ننزل عليهم بالطماطم ملح وفلفل وندخلها الفرن لحد ما تستوي. وبس كده بتتقدم مع رز بالشعريه. هستناكم بجد تجربوها واستنى رايكم، وهستناكم تجربوا فراخ مفازه وتقولي لي رايكم. وما تنسوش تقروا المكتوب تحت الفيديو. يلا باي.